يعني ايه دعامه تركيبيه؟ يعني حدوث ترسيب. اول ما الاقي حدوث ترسيب على جدار الخلايا، يا اما على الجدار يا اما في الجدار. عندنا ترسيب خارجي، عندنا ترسيب داخلي، قلت لك المعنى بتاعهم. وقلت لك عندنا 4 مواد هم دول المواد الكيميائيه، اللي هتعمل عندنا ترسيب. ايه هي المواد؟ خدنا السليلوز وقلت لك دي من السكريات المعقده، اخدنا عندنا الليجنين وقلت لك دي من مشتقات الفينولات، اخدنا الكيوتين والسيوبرين ودي عندنا من المواد الشمعيه. قلت لك ان السليلوز بيترسب من الداخل، قلت لك ان الليجنين بيترسب من الداخل، قلت لك ان عندنا الكيوتين بيترسب من الخارج، قلت لك السيوبرين بيترسب من الداخل على خلايا عندنا الساق الاشجار الخشبيه. انت بتلاقي بتاع لونها بني من بره كده، قشره من بره، دي اسمها الخلايا الفلينيه. الخلايا دي من جوه بيترسب عليها ماده شمعيه اسمها السيوبرين، ودي برضو دورها زي دي تقريبا، يعني بتمنع برضو فقد الميه من الخلايا اللي تحت منها، بتمنع ان الخلايا دي تخرج الميه، بتحافظ برضو على الايه؟ على الميه.